هلو يا فنانين، ازيكم؟ وحشتوني جدا. عارفه ان احنا بقالنا كتير ما عملناش فيديو زي دي، بس محتاجين شويه شرح. جالي كتير اسئله في الفتره اللي فاتت كلها، ازاي بعمل كويك سكتش او ازاي بعمل سكتش سريع للقطه قدامي. تعالوا كده نحط الادوات قدامنا بسرعه ونبدا نشتغل. دلوقتي احنا هنعمل سكتش لطبيعة صامتة. اول حاجة خالص انا هعمل السكتش ده سريع. يعني ايه سريع؟ يعني مش هركز قوي ان يكون في اخطاء لنفسي او للخطوط بتاعتي في الاول. هحاول ان انا يعني اعدل على طول الاجسام بتاعتي وامثلها في اشكال هندسية بسيطة، حتى لو الجسم نفسه هعمل له تشريح لاكتر من شكل هندسي. زي مثلا الابريق اللي شفتوه في الاول، هبدأ ان انا اعمله دايرة وشكل بيضاوي وشكل بيضاوي، حتى الايد بتاعته اعملها شكل بيضاوي. وهبدأ اعمل خطوط هندسية او بزوايا حادة شوية لتقسيمات القماش اللي في الباك جراوند. وكمان القطع بتاعة التفاح على انها كورتين، بس بمنتهى البساطة زي ما انتوا شايفين. الهدف من الفكرة دي ان احنا ابسط على نفسي اللقطة اللي انا شايفاها او الصورة اللي انا بشتغل منها الريفرنس بتاعي لمجموعة من الأشكال الهندسية والخطوط السريعة، وبعدها أبدأ أحلل أكتر لحاجات تانية هنبدأ نشرحها دلوقتي. بس خلينا نشوف ازاي اقدر اعمل الخطوات السريعة دي بسرعة كده، وابدأ ازاي اخد زوايا مثلا للقماش، وازاي ابدأ اشوف العناصر بتاعتي بشكل سريع جدا، اشرحها لنفسي كأني بشرحها لنفسي. احنا بصوا عايزين نقعد كده نحط الصورة قدامنا واشرح لنفسي انا ازاي ممكن اسهل، كأني بشرح لحد، والحد ده لازم يفهمها مني بسهولة خالص واسهلها عليه عشان يقدر يعملها. لكن انا نفسي بعرف اعملها عادي جدا. حطوا الفكرة بتاعت اني بشرح لحد دي جوه دماغكم، وانتوا بتشرحوها لنفسكم عشان تقدروا توصلوا لنتيجة بسيطة خالص من غير ازعاج ومن غير توتر، وفي نفس الوقت نوصل للنتيجة اللي احنا عايزينها في الاخر خالص، لما نبدأ نعمل ظلال او نبدأ نعمل الشكل بشكل واقعي. طيب الجسم بتاع الابريق سيمتري بس من تحت يعني، لكن الفوهة مش سيمترية، وطبعا ما فيهوش ايدين قصاد بعض. فانا هبدأ ان انا اخد من اول الرقبة لغاية القاعدة من تحت بخط في النص كده يقسمهم لي جزئين متطابقين على قد ما اقدر. وبعد كده هبدأ ارسم الفوهة بتاعته او فوهة الابريق، الفتحة بتاعته اللي بينزل منها المية او whatever يعني العصير ايا كان يعني هو بيستخدم في ايه. وبعد كده هبدأ اخد كده خطوط منحنية وطيبة. الموضوع ده محتاج شوية تدريبات هعملها لكم في فيديو صغير، ان انا بحاول اتدرب على الخطوط باشكالها المختلفة عشان اسهل على نفسي رسم اكتر من نوع من الاجسام او اكتر من نوع من الخطوط. امتى الجسم الابريق بتاعي بيكون بارز عند المكان ده، فهبدأ ان انا اخد خط كده بالعرض، وابدأ اشوف المسافة من خط النص لليمين والمسافة من خط النص للشمال مظبوطة ولا لا، عشان اتأكد برضو اني حققت سيمترية في الجسم بتاعه. وبعد كده هبدأ احلل التفاحات بتاعتي، واشوف بقى اتجاه كل تفاحة منهم، وايه اللي ظاهر منها وايه اللي مش ظاهر، والاضاءات عليهم عاملة ازاي. اهم حاجة بقى في الخطوة دي اني بعد ما شرحت لنفسي السكتش بسرعة كده، هبدأ بقى اني اعدل لو في اخطاء، لو في خط مش في مكانه المفروض يكون تحت شوية فوق شوية، وهكذا، عشان ابسط على نفسي. حتى اماكن الاجسام، لو لقيت ان اماكن الاجسام مختلفة في الصورة، وانا عشان عملت بسرعة ما طلعتش في مكانها المظبوط، فانا محتاجة اني اعمل تعديل عليه. وهنا برجع اشتغل تاني. لو انا شايفة مثلا في الصورة ان في لقطة كده، لا القماش مغطي جزء من التفاحة، والتفاحة التانية مغطيها جزء من التفاحة الاولانية، وهكذا. فابدأ ان انا اركز على اماكن كل جسم بالنسبة للتاني، وكمان حجم كل جسم بالنسبة للتاني. عشان كده في الاول عملت اللي هي زي الشبكة كده اللي هي الاكس او دي، انا بسميها اكس او عشان تبقى سهلة كل الناس تفهمها على طول. 3 اتلات بالطول و3 اتلات بالعرض، ببدأ احط الاجسام بتاعتي بالنسبة لهم عاملة ازاي. طبعا دي طريقة ان انا احط العناصر بتاعتي في اللوحة ببساطة بيها، وفي اكتر من طريقة تانية عشان تسهل علي الموضوع ده، بس
محتاجين شوية شغل ومحتاجين شوية تدريبات عشان نتعلم اكتر من طريقة، بس نستخدم طريقة واحدة نحاول نوصل بيها لنتائج كويسة، وبعد كده نتعلم طرق تانية. هحاول اشرحها لكم الطرق التانية دي ازاي ممكن ناخد اللقطات دي. بس الفكرة ان احنا لو بنرسم من صورة، الافضل ان احنا نستخدم الاكس او دي، هتسهل علينا كتير الرسم نفسه. لكن لو انا بستخدم في رسم مباشر، يعني في الكادر نفسه قدامي على طول، العناصر محطوطة قدامي مثلا على طاولة، وانا ببدأ اشوف الاضاءة عليها وتفاصيلها كلها بالنسبة لبعض قد ايه، فانا ده معناه ان انا هشتغل بشكل مختلف شوية، اني اقدر اقيس مثلا عن طريق قياسي بالقلم، ودي هنشرحها في وقت تاني. طيب دلوقتي بدأت شوية احدد اماكن الاضاءات واماكن الظلال اللي موجودة على الابريق، وهبدأ اشتغل عليها، لان كمان مش بس في اضاءات، ده في كمان انعكاسات للاجسام اللي قدامه، لان الابريق اصلا معدني. هحط لكم صورة الكادر اللي احنا بنرسمه دلوقتي عشان تبقوا شايفينها معايا، برضو تاخدوا اللقطة كلها، وحاولوا تنفذوا الخطوات دي وتبعتوها لي على انستجرام. هحط لكم الرابط بتاعه في الديسكريبشن بوكس، وابعتوا الريزلتس اللي هتوصلوا لها، ونقدر ان كمان نكومنت عليها ونشوف الاخطاء كانت فين، ونحاول نعدل مع بعض عليها، ونشوف بعد كده ممكن نتفادى خطأ ايه عشان رسوماتنا تطلع اكتر ما فيهاش اخطاء اكتر، فيها واقعية اكتر، فيها نسبة وتناسب مظبوطة، توزيعات العناصر في التكوين كويسة ومظبوطة، يعني بيرفكت. بس نحاول ان احنا ننظم ونتدرب كتير. الفكرة دي انا قلتها لكم قبل كده في موضوع نتدرب كتير. طبعا انا هنا بعمل تظليل سريع. يعني ايه تظليل سريع؟ يعني هاتشن وكروس هاتشن، مش بعمل تظليل ناعم وسوفت لا، انا مش هو ده اللي انا عايزه اوصل له في الاخر. انا عايزه اعمل سكتش سريع، دراسه لاكتر من عنصر جوه تكوين، بس مش عايزه ان انا اصعب على نفسي التظليل. لا، انا عايزه اعرف بس الاضاءه جايه منين، وابدا اشتغل على الدرجات بتاعتي، امتى اغمق قوي، امتى افتح اكتر، وامتى احافظ على لسعات الضوء قويه وواضحه بالنسبه لي. واصلا الجسم نفسه ليه لون غامق، او ليه لون اصلا هيبان في الظل والنور معايا، ولا لونه بسيط مش محتاج ان انا اغمقه او ان انا اشتغل عليه زياده. نرجع تاني لفكرة التدريبات الكتير مهمة يا جماعة، في ان انا اجيب اي نوع من انواع الورق، يعني اجيب ورق طباعة، في اوراق كتير، ورق اللي هو التغليف، اللي هو الكرافت ده، وابدا ان انا اشتغل كتير سكتشز كتيرة. كل ما احاول اشوف حاجة قدامي احاول اعمل لها دراسة، هيسهل عليا كتير بعد كده، يعني فهمي لطبيعة العناصر اللي حواليا، اتجاهاتها، المنظور بتاعها، ازاي احقق عليها ظل ونور مظبوطين. ومرة على مرة ابدأ ان انا اخلي دراستي للعنصر ده واقعية اكتر، فاكون فاهماه اكتر، واكون فاهمة الظل والنور عليه اكتر. فبعد دراستي للطبيعة الصامتة ابدأ بقى اعمل دراسات لللاندسكيب او للبورتريه على طول، وابدا ان انا ادرس بقى طبيعة البشرة، طبيعة الملامح في الوش، النسبة والتناسب بين كل جزء من الملامح، او النسب التشريحية للبورتريه اصلا عاملة ازاي. مهم برضو وانا بعمل تظليل لاي عنصر اشوف طبيعة العنصر نفسه، يعني طبيعة رسمي للتفاحة، طبيعة الخطوط اللي موجودة على قشرة التفاحة نفسها عاملة ازاي، ودي هتخليني اوصل اني اقدر اجسم التفاحة حتى لو عاملة يعني تظليل سريع. الخطوط اتجاهاتها بيساعدني اني احس بحجم الجسم، وان في عمق واتجاهات للجسم نفسه واخدة انحناء داخل لجوه او خارج لبره. ده بيحصل ازاي؟ لما اكون وانا بشتغل على العنصر نفسه بحقق ده، بحقق اني عارفة العنصر عامل ازاي، فببدأ الاحظ عليه تفاصيله وابدأ اشتغل على الاساس ده. ممكن جدا جدا وانا بشتغل حاجة زي كورة مثلا، ان انا ابدأ اشتغلها او اظللها في شكل اقواس. الاقواس لان الكورة اوريدي بتتكون
من مجموعة أقواس. فأنا أبدأ إن أنا أشتغل التظليل بتاعي جوه على شكل أقواس، بتبدأ من الظل لاتجاه الضوء عشان أقدر أحس بقد إيه الكورة كورة مجسمة 3D أو 4D object يعني، فأقدر إن أنا أتعامل مع إنها على إنها مجسمة فعلا. الدراسة السريعة كمان هتخليني مرة لمرة الاحظ زي ما قلنا طبيعة العنصر، بس كمان اذاكر قوي 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 الظل والنور اللي حصلوا عليه عاملين ازاي، اتجاهات الظل والنور. يعني ممكن اعمل اكتر من دراسة. طبيعة صامتة فيها مثلا عنصر زي القماش، فيها عنصر زي التفاحة لوحدها. يعني التفاحة اعتقد شكلها مهما تغير مش هيكون يعني خارق، يعني تغيير خارق، هتفضل تفاحة برضو. فده هيسهل عليا كتير قوي اني في كل مرة اشوف التفاحة هيحصل عليها ايه، اتجاه التفاحة عامل ازاي، وضعية التفاحة. يعني مرة التفاحة عادي قائمة، ومرة التفاحة واقعة، مرة التفاحة زي مثلا التفاحة اللي على الشمال دي بصري للامام. الغصن بتاع اللي بتتعلق منه في الشجرة ده بيكون باصص انهي ناحية، هيلف ازاي وهيوديني ازاي اتجاهه للعناصر اللي موجودة في اللوحة بتاعتي. يعني يوزع لي عيني للعناصر ازاي واتجاهات كل عنصر. دي مهمة قوي في تكويني في تكوين العناصر. وفي اكتر من نوع للتكوين هتلاقوا ليه فيديو موجود على القناة في بلاي ليست اساسيات الرسم الاكاديمي. طيب بعد ما عملنا الدراسات دي كلها، طبعا احاول وانا بعمل الشادو حتى لو سكتش سريع اني استخدم برضو درجات مختلفة للتظليل، لان ده هيساعدني احس بالعمق واحس بالبالانس اللي هيحصل في الظل والنور اللي موجودين على العناصر بتاعتي. فابدا ان انا استخدم درجات اغمق، وابدا ان انا اركز كويس قوي على تنايات القماش مثلا، وابدا اديها لساعات الاضاءة اللي موجودة عليها، وكمان الظلال اللي موجودة في الاماكن اللي فيها تنايات زيادة. منساش ان في ظل على كل عنصر على العنصر اللي تحت منه او خلف منه حسب اتجاه الضوء. توزيعات العناصر في التكوين ليها دور مهم قوي على الشعور اللي انت عايز توصله للمشاهد لما يشوف اللوحات بتاعتك، وكمان ليها دور مهم جدا في ان المشاهد اصلا يفضل واقف قدام اللوحة بتاعتك شويتين، يعمل دراسة كده لكل عنصر بيوديه للتاني، طبعا عن طريق وضعيات العناصر بالنسبة لبعض، وكمان وضعيات الالوان بالنسبة لبعض. يعني لون كل عنصر وقد ايه هو جذاب واتراكتيف كده، بيشد انتباه عيني. وكمان البطل بتاع اللوحة بتاعتي حجمه قد ايه، بقية العناصر بالنسبة له منين لفين، واجزاء بنسبتها وتناسبها بالنسبة له عاملة ازاي، هل عامل ظل قوي على الباك جراوند او عامل ظل قوي على عناصر تانية. طبعا الظل القوي ده هيخلي فيه غامق قوي، فالغامق قوي هيخلي فيه توازن يعني في دراسات كتيرة قوي للسكتشز السريعة دي. في كل فيديو هنعمله عن السكتشات السريعة دي هنحاول ان احنا نشرح فيه اكتر من خطوة للتكوينات وازاي بنعملها اصلا، لان التكوينات دي مش بس بتكون في الستيل لايف، التكوينات دي بتكون في اللاندسكيبنج وكمان في الديزاينز، وبتكون في اكتر من حاجة، حتى في وضعيات البني ادمين لبعض لو هناخد صورة لاكتر من شخص. لو وصلتوا لهنا فاتمنى يكون الفيديو طبعا عجبكم وتكونوا استفدتوا منه كتير، وما تنسوش تعملوا السبسكرايب والشير. الفيديو مهم قوي انه يوصل لاكتر من حد بيعمل دراسة او بيحاول يتعلم رسم اكاديمي او بيحاول يستورد كده خطوات سريعة عشان يبدأ يشتغل بورتريه ويبدأ يعرف اكتر عنه او التشريح بتاعه. بات جرافيت دي قطعة رصاص كاملة، انا جايباها 6B فقلت هي هتكون اسرع. طبعا القطعة دي اسرع كتير في الباك جراوند لانها بتفرد معايا مساحة كبيرة بسهولة، وبتكون خطواتها سريعة. دي الادوات اللي انا استخدمت قلم سنون 2 ملي 3B او 2B تقريبا. استخدمت القطعة دي 6B، واستخدمت قلم رصاص عادي خالص فابر كاسل برضو 7B او 6B عشان اعمل شوية ظلال غامقة جوه السكتش.
ودي ببساطة الشرح بتاع التكوين. مش طول عليكم معلومات اكتر، خلينا نشوف في فيديو تاني ممكن نستفاد ازاي اكتر في التفاصيل دي. ما تنسوش تبعتولي النتائج على انستجرام، حاول نعمل تعديلات عليها ونشوف الاخطاء ممكن تكون فين عشان ما نتفاداها وما تحصلش تاني معانا في السكتشز بتاعتنا.